البنت المحجبه دي لما بتيجي تدخل الجارد بيمنعها وبيقول لها ما ينفعش تدخلي، وبتقول له ليه، وبيقول لها عشان شكلك ارهابيه، وبيقول لها افتحي شنطتك، وبيفتشها ومش بيلاقي حاجه. بعد كده بتدخل بنت تانية ومش بيفتشها وبتدخل على طول، وبتقول له انت ما فتشتهاش، وبيقول لها مش اي حد فتشه. بعد كده بتشيل السلسله وبتحطها في بنطلونه. بعد كده بتقعد وبتقول عايزه اطلب اوردر، وبقول ماشي. بس اول ما بيشوفها بيقول لها لا انت ما ينفعش تطلبي، وبتقول له ليه، وبيقول لها قوانين. بعد كده بيجي صاحب المطعم وبيسلم عليها، والجارد بيجي وبيتاسف له وبيقول له انا اسف اني دخلتها، وبيقول له تطردها ليه، دي الشيف الجديد، وبياخدها على المطبخ وبيقول له ما تخافش هنخلص منها في ايام قليله. بعد كده بتديله الاكل وبتقول له حطها على الترابيزه، ومش بيرد عليها، وبتقول له مش سامعني، وبيقول له انا عارف شغلي كويس ما تقوليش حاجه. وبعد كده في نص اليوم صاحب المطعم بيدخل وبيكون متعصب جدا، وبيقول مين اللي حط الفول السوداني في الاكل، اهم زبون عندنا كان هيموت، وكله بيخاف، والبنت بتقول انا، وبقول لها ده اخر تحذير ليكي. بعد كده بقول لها انت انقذتني ليه، وبتقول له احنا كلنا مع بعض ولازم نسند بعض، وبتقول له خد الاكل